لأي إنسان مبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية مش حافظ إلا حروف A B C فقط بس. أنا بعد مشاهدة الفيديو ده هخليك تعمل مئات بل آلاف الجمل باللغة الإنجليزية وتتحدث باللغة الإنجليزية وكأنك بتدرس اللغة الإنجليزية بقالك سنين. إزاي؟ سيبها عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المهندس كامل التعليمية في كل مكان، أهلا بكم. أي إنسان بيتعلم اللغة الإنجليزية بخطوات. أول خطوة طبعا معروف إن أنا بحفظ حروف A B C والضمائر السبعة اللي هي I he she it we you they. تمام؟ أنا في الفيديو ده عملت لك قوالب ثابته لان انا ركزت خليت الجرامر المتكلم انا، فبالتالي الجرامر ثابت، مش هتعبك في الجرامر لانك انت راجل مبتدئ وعايز تعمل وتعبر عن نفسك وتتكلم وتقول انا عندي وانا هعمل وانا عملت وانا عندي كذا وانا املك كذا وانا ما عنديش، وتقول واحد لا تفعل كذا وتنهي عن كذا. فانا ثبتت لك الجرامر، عملت لك كام قالب ثابت. بص معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 قالب ثابت تقريبا هم اللي بنستخدمهم في الحياه اليوميه. ولو انت عايز تتكلم انجليزي وتكتب باراجراف وتكتب موضوع، هم دول اللي انت هتستخدمهم. ال 14 قالب ثابت وسهلين، يعني كلمه واحده: don't, I can, I will, I have, good, I have to, I want to, I may، الكلام ده كله. فكل المطلوب منك في الفيديو ده علشان تبقى عارف فكرته جايه ازاي، انك سهل انك تحفظ الكلام ده. صعب انك تحفظ كلمه دونت دي هتعمل لك مئات بل عشرات الاسئله. اي كان مئات بل عشرات الاسئله. اي ويل الاف الاسئله. اي هاف جوت الاف الاسئله. كل نقطه من دولت لو حفظتها تقدر تعمل بيها 100 سؤال. يعني اضرب 100 في 14 جيبها انت بكام بقى؟ ب 1000 وكام و400 سؤال. يعني 1400 سؤال اهوت بكل سهوله لاي انسان مبتدئ. طيب تابعني وانا هدربك ازاي تبقى معاك 1400 سؤال او 2000 سؤال بحاجات بسيطه جدا 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 جدا. فيلا نبدا بينا على بركه الله بعد ما تسمعوني الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الجزئيه اللي معايا دونت دي معناها لا. انت بقى اي كلمات حافظها، يعني انت حافظ تاكل ايت، عايز تقول له لا تاكل مفيش اي مشكله، احفظ القالب اهو، قالب ثابت، احفظ قول له دونت ايت. طيب عايز تقول له لا تلعب دونت بلاي، لا تذهب دونت جو، لا تنام دونت سليب. الموضوع ما فيهوش اي مشكله. يبقى اذا فعلا زي ما انا قلت لك دونت. هتقول لي طب لو انا بنهي ولد او بنهي بنت او بنهي امراه، يعني هي ثابته؟ ثابته، لانه دونت بعتبر المخاطب انت، فهي دي قالب ثابت ايا كان اللي قدامك. عايز تقول له دونت ايت لا تاكل، دونت بلاي لا تلعب، دونت جو لا تذهب، دونت سليب لا تنام. خلصت ما فيهاش اي قواعد. طيب القالب الثاني اي كان، معناها انا استطيع. بص أنا أستطيع، بس بنسميها فعل استطاعة. يعني أنا أقدر. عايز تقول واحد أنا أستطيع أقرأ، I can read. أنا أستطيع أقرأ، I can study. أنا أستطيع أذاكر لو أنت حافظ study. I can swim. أنا أستطيع إن أنا أسبح. واللي أنت عايزه حطه بقى. شفت سهله اهي بقى. انا راجل مش حافظ حاجه في الانجليزي خالص، انا راجل كلها اي بي سي خلاص. عايز اقول واحد دونت بلاي، دونت ايت، بنهي. الله، اتعلمت اسلوب النهي في اللغه الانجليزيه بكلمه واحده حافظها دونت. طيب عايز واحد انا اقدر ده يبقى فعل استطاع كان، انا استطيع. اي كان بلاي، اي كان ستادي، اي كان سويم. انا استطيع اقرا، انا استطيع. عايز تقول انا استطيع اي حاجه انت حفظت اي كان، انا استطيع، اسمها ايه؟ اي كان. طيب عايز واحد يقول له انا هعمل، يعني انا سوف العب، انا سوف اذاكر. الجمله المستقبليه I will، انا سوف. I will يعني واحد بقى ايه، انت عايز تقول له انا هعمل حاجه، يبقى انا سوف اذهب I will go. انا سوف مثلا اقرا I will read. انا سوف اكتب I will write. الموضوع بسيط بافعال انت بتبقى حافظها، يعني افعال معظم الناس بتبقى حافظينها، يعني يلعب ويقرا والكلام. يبقى بتنهي دونت ايت لا تاكل. I can eat، انا استطيع اكل. I can study، انا استطيع اذاكر. طب عايز اقول له انا هعمل يبقى I will go، انا ساذهب. I will read، انا سوف اقرا. I will write، انا سوف اكتب. يبقى خدت بالك من القوالب الثابته يا باشا، ده كل اللي انت تحفظه قوالب ثابته معاك. القالب اللي معانا الثالث اسمه I have got، املك، انا املك. بسيط. I have got ايه بقى؟ اي حاجه بقى، فعل تملك. I have got a car،
I have got a pen. I have got أنا لدي أو أملك مثلا a friend صديق. اللي أنت عايز قوله، اللي أنت عايز قوله. الله، ده بعرف أنهي بدونت مثلا eat لا تأكل، أعرفه لا، أنا أقدر I can read، أنا أقدر أقرأ، أنا سوف I will go سوف أذهب، I will read سوف أقرأ، I will write سوف أكتب. طب عايز أقول أنا أملك أو أنا عندي، I have got a car، أنا عندي سيارة. I have got a pen، أنا عندي قلم. I have got a friend، أنا عندي صديق. طيب إيه اللي معانا التاني؟ I have to. طب ما have got، لا have to يا باشا دي معناها يجب أن. يعني إيه يجب أن؟ ما أنت قلت have got يملك، have مع got معناها يملك، لكن have مع to معناها يجب أن. طيب ده أمر واجب إنك تعمله. يعني مثلا دلوقتي أنا عايز أقول له يجب أن أذاكر، يعني ورايا امتحان بكرة، يجب أن I have to study. أنا مريض وعايز أقول له أنا يجب أن أذهب إلى الطبيب، أقول له I have to go to the doctor. فيهاش أي مشكلة. I have to. وخد بالك ناس كتير بتتلخبط. I have got أملك، وممكن من غير got معناها أملك، لكن have لما تيجي مع to معناها يجب أن. I have to study، أنا يجب أن أذاكر. I have to go to the doctor، أن أذهب إلى الطبيب. I want to، أنا أريد أن. ليه أنا كتبتها؟ لأني مستخدمة كتير وأنت راجل، يعني أنا بخاطب كراجل مبتدئ في اللغة الإنجليزية. فأنا مثلا أنا أريد أن ألعب، أريد أن أشرب مثلا، فأنت تقول I want to معناها أريد أن. I want to مثلا drink، أنا أريد أن أشرب. I want to مثلا أي حاجة. I want to travel، أنا أريد أن أسافر. أي حاجة. I want to دي صدقني تعمل بها مئات بل آلاف الجمل. أنا أريد، مفيش حد في حياتنا اليومية ما بيقولش أنا أريد. I want to play، I want to study، أنا أريد أن أذاكر. I want to travel، I want to go، أنا أريد أن أذهب. I want to drink مثلا tea، أنا أريد أن أشرب شاي. I want to drink مثلا coffee، أنا أريد أن أشرب قهوة. I want to sleep، أنا أريد أن أنام. I want أي حاجة. I may ديت مش مستخدمة جديد، معناها من المحتمل، يعني بنسبة 50%، بنسبة 50 ايه في المية. يعني واحد بيقول لك انت جاي النهارده، فانت مش عايز تديله مثلا كلمة مفيدة، يعني مش عايز تقول له جاي، هاجي، ممكن ما اجيش. فانت عندك او لا متساوية، فانت بتقول له من المحتمل، يعني برضه انت ما عرفتوش، يعني ممكن وممكن لا. فانت عايز تقول له كده بالانجليزي، مش هينفع اقول له دونت ده وانا هنهيه، اقول له اي كان انا اقدر، مش هينفع. اي ويل كم انا سوف اتي، مش هينفع. اي هاف جوت انا مش هينفع. اي هاف تو انا يجب ان، مش هينفع. اي ونت تو انا اريد ان، لا انا عايز اقول له انا ممكن، انا من الممكن، يبقى I may مثلا come، انا من المحتمل ان انا اجي. مثلا I may بدل come اقول watch the film. واحد بيقول لك اتفرج على الفيلم اللي جاي النهارده، فانت بتقول له I may watch the film، انا من الممكن ان انا، يعني برضه يا لا، ما انا ما قلتلكش ولا قلت لك لا، عشان انا قلت لك I may. ركز معايا. يبقى اسلوب النهي don't بنهي اي فعل. don't eat لا تاكل، don't play لا تلعب، don't go لا تذهب، don't sleep لا تنام. I can انا اقدر، احفظ I can احفظ انا استطيع، انت تستطيع ايه بقى؟ غير بقى. I can read اقرا، I can study استطيع اذاكر، I can swim استطيع اسبح. I will انا سوف، يعني حاجه لسه هتعملها في المستقبل. I will go انا سوف اذهب. I will read انا سوف اقرا، لسه هقرا. I will write انا سوف اكتب، لسه هكتب في المستقبل. طيب I have got معناها املك، وهاف تو معناها يجب ان، ما تلخبطش بينهم. بتساوي كلمه اسمها must، بس انا مش عايز اشعب عليك الامور، بس دي المستخدمه بكثره في الاجانب بيستخدموا هاف تو. I have got أنا أملك a car. I have got a pen. I have got a friend أنا أملك صديق. طيب أنا يجب أن. I have to احفظ I have to أنا يجب أن. I have to study. I have to go to school. I have to go to the doctor.
يعني تحس ان انت كده الدنيا ظبطت معاك قوي. ومعانا I want to ده قالب كده برضو تحفظه I want to، احفظ القالب ده. ليه اشمعنى I want؟ ليه ما قلتش I eat I play؟ لا، لان I want to انا اريد ان مستخدمه كتير. انت بتتكلم باللغه الانجليزيه عايز تقول انا اريد ان كذا، انا اريد ان العب، انا اريد ان اكل، زي I want to drink انا اريد ان اشرب، I want to travel انا اريد ان اسافر. واي may بنحتاجها برضو كتير. I may دايما لما حد يجي يكلمك انت جاي ولا مش جاي هتقول والله يعني بين البنين يعني I may انا من المحتمل، I may come انا من المحتمل ان انا اجي، I may watch the film أنا من المحتمل إن أنا أشاهد الفيلم. تعال على الجزئية الثانية. خد بالك أنا عايز أوصل لك فكرتي. أنت مهما كان مستواك لو صفر هي ABC بس المطلوبة منك والضمير I، الدنيا كده حلوة، تقدر تتكلم وتعبر. أنا ممكن أشعب وأجيب لك النفي والسؤال بقى، ممكن أشعب، بس أنا مش عايز أشعب، أنا عايز انت كراجل متعلم اللغه الانجليزيه تبقى الامور بسيطه. انت لو حفظت الاساس الباقي كله سهل. اي فيديو تاني هتتفرج عليه خلاص انت حفظت الاساس ازاي تعمل جمله بسيطه، فبالتالي كله هيبقى سهل. الجزئيه الثانيه هنسيب الثلاثه دول دلوقتي، خلاص خلي الثلاثه دول على جنب. تعالى بقى there is معناها هناك، there معناها هناك، there is هناك يكون، وذير ار هناك يكون. اذا باين ان امتى اقول there is لما يكون حاجه مفرد. there is a boy هناك يكون ولد، there is a girl هناك تكون بنت، there is مثلا a car هناك تكون سياره. حاجه واحده. لكن لو انا مثلا عايز اقول اولاد انت عارف ان الجمع بتحط للحاجه اس، خلاص there are هناك يكونوا boys أولاد. طب هناك يكونوا بنات girls بنات، سيارات cars. بص والله الموضوع سهل جدا. there is و there are. طبعا بعد كده لما تيجي تخش في مرحلة متقدمة سنة في الجرامر هيعلمك ازاي there is تخليها هل هناك يكون is there، طب what is there ماذا يكون، هتبقى سهلة. بس انت خد دي الأساس، ده الأساس بتاعك اللي انت هتطلع عليه السلمة الأولى، فعشان كده أنا مش عايز أصعبها. يبقى there is هناك يكون يجي بعدها حاجة مفرد، there are هناك يكون يجي بعدها حاجة جمع. فأقول there is a boy هناك يكون ولد، there is a girl هناك تكون بنت، there is a car هناك تكون سيارة، there are هناك يكون، ما ينفعش أقول a boy boys أولاد، there are girls بنات، there are cars سيارات. طيب this is هذا يكون. This is مثلا a teacher هذا يكون مدرس، حاجة مفرد. مثلا this is a nurse هذه تكون ممرضة. أيا كان بقى بتقدم أي حاجة قدامك. there is a teacher there is a nurse. يعني أنت مثلا عايز تقول هذا يكون قلم. this is a pen هذا يكون أستاذ. This is a teacher هذه تكون ممرضة. This is a nurse. This is بتقدم. انت عمرك في المحادثة العامة، عشان كده بقول لك الجمل دي أساسية. لازم مثلا انت رايح معك صاحبك مثلا تقول this is my friend. This is my father هذا يكون أبي. This is my sister هذه تكون أختي. This is my brother. يبقى this is دي قوية جدا جدا جدا. طيب ايه I will أنا سوف؟ لا I will be غير I will أنا سوف I will go. I will be لازم يجي بعدها مثلا ما يجيش فعل أو يجي فعل مثلا ف I will be a doctor يعني أنا سوف أكون، يعني معناها سوف أكون احفظها كده دلوقتي. أما I will أنا سوف I will go I will read أنا سوف أقرأ I will write أنا سوف أقرأ. لكن I will be أنا سوف أكون، سوف تكون إيه؟ a doctor. I will be here أنا سوف أكون هنا. here معناها إيه؟ هنا. ف I will be بنحتاجها كتير. يعني مثلا أنا اديتك أول حاجة كانت إيه؟ I will أنا سوف أقول له I will إيه؟ play ألعب. I will study سوف أذاكر. لكن I will be خد معاك بي دي خلاص. أنا بدوس لك عليها، مش القصد إن أنا أخليها بي تقيلة، لكن هي أنا بدوس لك على الكلمة I will be أنا سوف أكون إيه بقى؟ a doctor. I will be
ده حاجه في المستقبل. I will be، واحد يقول لك انت لما تكبر تقول والله انا سوف اكون دكتور. I will be a doctor، انا سوف اكون مدرس. I will be a teacher، انا سوف اكون هنا. I will be here، انا سوف اكون في القاهره. I will be in Cairo. ف I will be هتحتاج كتير. let's ديت يا سلام عليها دي بقى. هيا بنا، بنعمل بقى اقتراح. بص let's دي ما ينفعش حد بيتعلم اللغه الانجليزيه ما يبقاش عارفها، لان اقتراح دايما واحنا قاعد كده خلاص انت عايز تمشي او تعمل اي حاجه، زي ايه رايكم بقى نقوم نمشي، ايه رايكم بقى نتفرج على التلفزيون، ايه رايكم ناكل، ايه رايكم يعني هيا بينا يلا بقى. يبقى ليتس ممكن نقول ليتس ايت، هيا بينا ناكل. ليتس بلاي، هيا بينا نلعب. ليتس مثلا سليب، هيا بينا ننام. الله جميله قوي. تعال بقى معايا تاني. there هناك، ممكن اقول there is، ممكن اقول there are. there is لو جه اسمه مفرد اقول له there is a boy، there is a girl، there is a car. طيب there are هناك يكون، ولازم يجي بعد اسم جمع. there are boys، there are girls، there are cars. طيب this is هذا يكون، بتقدم حاجه قدامك، بتقدم اي بني ادم، اي شخص، اي شيء. يعني ممكن اقول لك this is a pen، هذا يكون قلم. this is a cat، هذه تكون قطه. this is a teacher، هذا يكون مدرس. this is a nurse، هذه تكون ممرضه. طيب I will be، I will be يعني انا سوف اكون، هي على بعضها كده احفظها كده القالب الثابت. I will be انا سوف اكون. I will be here، انا سوف اكون هنا. I will be a doctor، انا سوف اكون دكتور. I will be a teacher، أنا سوف أكون مدرس. I will be أي حاجة. I will be in England، أنا سوف أكون في إنجلترا. I will be معناها سوف أكون. Let's هيا بنا بنقترح. Let's eat هيا بنا نأكل. Let's play هيا بنا نلعب. Let's sleep هيا بنا ننام. طيب تعالى بقى على الثلاثة الحلوين دول. ما أنت قلت لي don't، لا صح؟ don't eat. إيه don't be؟ don't be لا برضه. بس طالما بيجي بعدها هنا ايه؟ صفة. لازم يجي بعدها صفة، ما يجيش فعل. بص دي يأكل دونت ايت، لا تأكل. دونت بلاي لا تلعب. دونت جو لا تذهب. دونت سليب لا تنام. لكن اقول له ايه؟ لا تحزن، حزين ساد. دونت بي ساد، لا تحزن. لا تغضب. دونت بي انجري، لا تغضب. وهكذا. تاني معايا، ايه الفرق ما بين دونت ودونت بي؟ الاتنين لا، بس دونت بيجي بعدها فعل زي لا تأكل على طول. لا تأكل، لا تلعب، لا تشرب، لا تنام، لا تذهب. دونت جو، دونت سليب، دونت ايت. اما دونت بي يجي بعدها صفة. دونت بي هابي، لا تكن سعيدا. Don't be sad، لا تكن حزينا. Don't be angry، لا تكن غاضبا. Don't be زائد بعدها صفة. sad حزين، angry غاضب، أي صفة. طيب إيه I am؟ I am معناها أنا أكون، ودي أنا كنت. مضارع وماضي بيجي بعدهم الاثنين، ده مضارع ده ماضي، يا اسم يا صفة يا حرف. خلاص. يعني مثلا عايز اقول انا علي، فما ينفعش اقول اي علي على طول. طالما انا علي اقول اي ام علي، هذا الاسم. او اي ووز علي، انا كنت علي. طب انا سعيد اقول اي ام هابي، صفه. او انا كنت سعيد اي ووز هابي. طب انا في القاهره ان كايرو اقول I am in Cairo، I was in Cairo. طب ليه القصه دي؟ اشمعنى؟ بص يا باشا، حته كده مش هدخلك فيها، ان الجمله الفاعل لازم يجي بعده ايه؟ فعل. فطبعا لو انا قلت I علي الفعل هيجي بعده اسم، مش نافع. I happy الفعل جه بعده صفه، مش نافع. I in Cairo مش نافع، جه بعده حرف. فعشان نجيب فعل بنجيب يا ام في المضارع يا ووز في الماضي. يعني ايه؟ بص هقول لك، عايز اقول لك انا كامل، يعني انا اسمي كامل. فلو قلت اي كامل اقول لك الجمله الانجليزيه لازم الفعل بعده فعل. فعل اي كامل ده اسم، فنحط ام واز وار. فالفعل عشان انا بستخدم اي فاقول اي ام كامل. طب انا سعيد اي هابي، ما ينفعش وراه صفه.
يبقى I am happy. أنا في القاهرة ما ينفعش الفاعل يبقى وراه حرف أنا في، يبقى I am in Cairo. الماضي بدل I am I was أنا كنت، I was علي، I was happy، I was in Cairo. أراهم أخيرا مرة سريعة. يبقى don't be بني عن صفة. don't be sad لا تكن حزينا. don't be angry لا تكن غاضبا. I am علي أنا علي. I am happy I am in Cairo. I was أنا كنت علي. I was happy أنا كنت سعيد. I was in Cairo. There is هناك يكون للمفرد. There is a boy, there is a girl, there is a car. There are هناك يكون جمع. boys, girls, car. This is هذا يكون a teacher, a nurse, a pen, a car أي حاجة. I will be أنا سوف أكون a doctor. I will be here. Let's هيا بنا eat, play, sleep. الفيديو يبان إنه بسيط فعلا، بس يعتبر فعلا ده الخطوه الاولى بعد تعلم الحروف. تخيل بص كده، انت حافظ افعال وشويه صفات، حافظ مثلا سريع فاست، فاست سريع، فاست بطيء سلو، وحافظ لك مثلا يغادر ليف. تقدر تعمل يعني كلمه يغادر ليف وسريع فاست مثلا، اقدر انا اعمل بهم ترجمه. يغادر ليف انا ممكن اقدر اقول لك ايه، اعمل بقى كذا جمله، اقول له دونت ليف لا تغادر. ممكن اقول I can leave انا استطيع ان اغادر، أنا سوف أغادر. I will leave أنا سوف أغادر. طيب أنا أملك أغادر؟ لا، أنا أملك مثلا سيارة، مش هتنفع I have got لأن معناها أنا أملك عايز شيء مملوك. أنا أملك سيارة، قلم، أي حاجة. I have to ممكن أقول له I have to leave أنا يجب أن أغادر. I want to أنا أريد أن leave أغادر. I may أنا من المحتمل leave أغادر. هنا بقى don't be ما ينفعش أقول leave لأنه don't be لازم حاجة زي كده. هنا مثلا زي ما انا قلت لك صفه مثلا وليكن tired، فانا بقول له لا تكن متعب. don't be tired. I am انا متعب، انا متعب يبقى I am tired. انا كنت متعب I was tired عشان ده صفه. طب هناك يكون ولد، هناك يكون مثلا طالب there is a student طالب. هناك يكون طلاب there are students طلاب. هذا يكون طالب this is a student. أنا سوف أكون طالب I will be a student. طيب هيا بنا نذهب إلى المدرسة. Let's go to the school. هيا بنا نذهب إلى المطعم. Let's go to the restaurant. هيا بنا نذهب إلى مثلا الحديقة. Let's go to the park. فبص هو الفيديو مفيد للكل بجد، ودي الخطوه الاولى اللي بعد كده لما نيجي نتكلم في الاثبات او نيجي نتكلم في النفي هيفيدك جدا. يعني انا خلاص خلصت، لكن انا في النفي هتبقى سهل بقى. يعني I can هنتكلم بقى I can't انا لا استطيع اقرا. I will not انا مش اقدر اعمل كذا. I have got انا املك، اقول I don't have انا لا املك. I have to I don't have to انا مش have to. I want to I don't want to انا لا اريد. I may دي ملهاش نفي. ليه ملهاش نفي؟ لان اصلا may بنسبه 50% و50% لا. يعني بقول لك انت جاي بقول لك والله بنسبه 50% 50% لا. فين النفي والاثبات؟ ملهاش نفي. I may. هنا don't be I am علي، عايز اقول لك انا لا اكون علي. I am not علي. انا كنت علي. I was علي. I was not علي. There is a boy. There is not a boy. هناك لا يكون ولد. There are boys. There are not boys. هناك لا يكون أولاد. This is a teacher. There is not a teacher. I will be. I will not be a doctor. Let's go. ده أسلوب اقتراح في ازاي يعني. ممكن نقول له why don't we go يعني لماذا لا نذهب. ولكن الفيديو صدقني مفيد جدا وخاصة للمبتدئين والمبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية. الفيديو ده بالنسبة له هيكون زي كنز. اما المستوى المتقدم فاحنا بنراجع وبنتدرب مع بعض. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش عمل اعجاب للفيديو ومشاركه الفيديو عشان الخير ده ينتشر لاكبر عدد من الناس ودعما للقناه. ويلا السلام عليكم.